الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الفضل والإنعام أوجب الصيام على أمة الإسلام وجعله أحد أركان الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وخير من أطاع أمر ربه واستقام، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا أن أجسادكم على النار لا تقوى، واعلموا بأن خير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كان صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشهر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيرها، حيث كان يعتكف فيها ويتهرى ليلة القدر خلالها. قال عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وشد بإذره وجده. رواه البخاري ومسلم، كناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد فيها زيادة على المعتاد، وقد يكون كناية عن اعتزال النساء وترك الجماع واغتنام الأزمنة الفاضلة. فينبغي على المسلم الجد والاجتهاد في عبادة الله، وألا يضيع ساعات هذه الأيام والليالي في اللهو والعبث أو جوب الأسواق، فإن المرء لا يدري لعله يدركها مرة أخرى بانتقاء هذه اللذات وفرق الجماعات، فحينئذ يندم حيث لا ينفع الندم. ومن كسائف هذه العشر وجود ليلة القدر فيها، وهي ليلة عظيمة. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري. وقد كص الله تعالى هذه الليلة بخصائص. أولا أنه نزل فيه القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع في 23 سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا وصفها بأنها خير من ألف شهر في قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. ثالثا ووصفها بأنها مباركة بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. رابعا يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها. قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. والروح وجبريل عليه السلام، وقد كثروا بالذكر لشرفه. خامسا وهي ليلة سالمة، لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا أو يعمل فيها عضا، وتكثر فيها السلامة من الإكاد والعذاب لما يكون به العباد من طاعة الله عز وجل. سادسا يغفر الله تعالى لمن قامها إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومعنى إيمانا واحتسابا